دقاش، بينما في الفيديو عبد الله الشهري حكم فار يساعد عيسى الخيبري في هذه الأمسية الكروية الرمضانية التي نأمل أن تكون ممتعة مع حضراتكم هنا في ملعب الملز. كثيرة هي الذكريات الرائعة والمباريات اللي في البال في مواجهات الفريقين. كم هائل من الأسماء اللي مثلت الناديين، وأمامنا قائمة الفريقين في هذه المباراة. صاحب الأرض في هذا اللقاء شباب يلعب بكيم سيونغ جو في حراسة المرمى، فواز سكور تمبكتي، ياغو سانتوس الحربي متعب في الدفاع، في وسط الميدان كريتشوفياك، حسين قحطاني، باريغا، بينما في الهجوم دوانكا، بوبينسا، سانتي مينا، رامون دياز. لم يسبق أن تعثر في أي مباراة قابل فيها الشباب كمدرب للهلال. فيسنتي مورينو نجح في الحصول على التعادل في مباراة الذهاب. دياز يلعب بتشكيلة فيها المعيوف سعود عبد الحميد، يونسو جانج، خليفة الدوسري، محمد بريك، كويار، كاريو، كنو، ماريغا، ميشايل، وهداف الدوري مناصفة مع تاليسكا ب 16 هدف النسر النيجيري لاعب الشباب السابق أوديوني قالوا. الأجواء قبل انطلاقة مباراة انتظرنا منها حضورا أكبر على مستوى المشجعين في هذه المباراة اللي يترقبها بطبيعة الحال أنصار الفريقين ومتابعي دوري روشن السعودي لهذا الموسم. ذلك لأنها تجمع بين صاحب الترتيب الثالث برصيد 45 نقطة الهلال، وصاحب الترتيب الرابع برصيد 44 نقطة الشباب. لكن الشباب يلعب هذا الديربي وهو ليس في أفضل أحواله على مستوى النتائج. في آخر 3 لقاءات الفريق خسر 5 نقاط بخسارة من العدالة وتعادل مع الرائد. كانت نتائج محبطة للمدرج الشبابي اللي يأمل أن تكون هذه الليلة الرمضانية فرصة للعودة نحو المنافسة أمام فريق يعرف كيف يدير المنظومة ويعرف كيف يعود للسيطرة على الدوري وكيف يحصد النقاط حتى بدون الكثير من الأسماء المهمة التي لا تشارك لأسباب مختلفة في صفوف فريق رامون دياز. كرة طويلة أمامية، ماذا ينتظرنا في هذه المباراة المفتوحة والتي نأمل أن تكون ممتعة وأن تكون فيها الأهداف والأداء الكبير والروح الرياضية العالية. شباب هلال بطبيعة الحال مباراة مغرية لعشاق كرة القدم سواء في المملكة أو محبي دوري روشن السعودي خارج الحدود. الكرة خرجت إلى رمية جانبية وخطأ لمصلحة المدافع الأيمن في قائمة فيسنتي مورينو، فواز سكور أمام محمد كنو. مباراة بالتأكيد بلغة الأرقام الهلاليين عندهم السيطرة في هذا الديربي منذ فترة ليست سهلة، تقريبا منذ موسم 2014 كان آخر فوز شبابي على الهلال. لقد مضى وقت طويل جدا منذ الفوز الأخير للشباب على الهلال في بطولة الدوري. كرة تصل إلى كنو، محاولة مرور بعودة للوراء، ضغط عالي لكن بريك يستحوذ على كرته، يحاول بناء هجمة أمام أكثر من لاعب. الكسرة غلبت شجاعة البريك، جوانكا خطف الكرة بمحاولة بناء هجمة. اليوم طبعا كارلوس جونيور خارج التشكيل الأساسي، خارج تشكيل الشباب في هذه المباراة. وبطبيعة الحال هلال أيضا عنده كمية كبيرة من الغيابات، القائد سمال فرج، سالم الدوسري، علي البليه، ياسر الشهراني، متعب الفرج، اسماء مهمة تغيب عن هذه المباراة. بينما دياز يبقي لوسيانو فييتو على دكة البدلاء. الكرة تصل إلى ياغو سانتوس، طويلة أمامية، محاولة لكن فيها تغطية من جانب يونسو، وبعد ذلك أقرب إلى سعود عبد الحميد. الهدف المبكر يحل الأجواء، يجعلنا نستمتع بمباراة أكبر وأفضل في هذا اللقاء. خطأ يحتسب حكم المباراة على حسين قحطاني ولمصلحة أندري كاريو.
تدخل وخطأ احتسب حكم المباراة. هلالي سابق في هذا التدخل والخطأ الموجود لمصلحة أكثر لاعبين أجانب مشاركة في تاريخ الزعيم الكرلي كاريو. لمسة إلى سعود عبد الحميد. كما يعلم الجميع 22 جولة الآن هذه المباراة في الجولة 22. الاتحاد في القمة ب 53 نقطة متصدر الترتيب. المطارد النصر ب 52 نقطة. الهلال ثالث 45. شباب رابع 44. الفرصة لازالت متاحة وكبيرة الأندية الأربعة، وإن كانت تتقلص في حال خسارة هذه المباراة لأي من الفريقين. الكرة تصل إلى كاريو. لمسة عند كانو على جهة اليسار. محاولة بناء هجمة. 29 مباراة في دوري المحترفين، 16 فوز هلالي، 4 انتصارات شبابية، و9 مباريات انتهت بالتعادل بين الفريقين. كاريو تحت ضغط أمام أكثر من لاعب. عودة إلى غوسابو. كويار تغيير اتجاه اللاعب في الجهة اليمنى. لمسة إلى سعود عبد الحميد فيها صافرة وتسلل على الظهير الأيمن في قائمة رامون دياز. سعود عبد الحميد في هذه المباراة. البداية بالتأكيد مهمة في مباراة من هذا النوع اللي عندها طابع الديربي، ولكن مثل ما ذكرت شباب يواجه مشاكل كبيرة في لقاءات الهلال. لا أحب أن أقول عقدة في مواجهات الهلال، ولكن في ال8 أعوام الأخيرة تحديدا تصور أنه في آخر 19 لقاء في مختلف المسابقات لم يحقق الشباب أي فوز على الهلال فترة طويلة منذ أكتوبر 2014. آخر فوز شبابي على الهلال بهدف في الدقيقة 92 لبارك شو يونغ في تلك المباراة اللي كان في وقتها سعود كريري لاعب في وسط الهلال. كرة تصل إلى إيغالو. ماريجا تمريرة التغطية والتدخل إلى بوبينزا. آرون يحاول بناء الهجمة. اللمسة فيها تغطية أقرب إلى غوسابو في وسط الميدان. ماذا ينتظر المشجعين الليلة؟ كورة ومتعة وأهداف. ماذا يتمنى الاتحاديين الليلة؟ تعثر الفريقين بالتعادل. وأيضا بالنسبة للنصر ميشائيل يلعب الكرة لإيغالو، لكن التغطية والتدخل بعد ذلك من الدفاع الشبابي طبعا من أجل أن تكون المنافسة أن تقتصر على فريقين بدلا من 3 و4. يحب الجمهور الاتحادي جمهور نصراوي أنه الفريقين يتعادلان في هذه المباراة. كل فريق يفقد نقطتين في هذا اللقاء. المسألة طبعا بحسابات صعبة في هذا الموسم المثير طبعا، واللي يتبقى له مباريات كبيرة وكبيرة جدا، لكن الهلال عنده 4 انتصارات متتالية، يمر بانتعاشة كبيرة في هذه الفترة. التسلل اللي كان على سعود في اللقطة الماضية. زعيم 4 انتصارات متتالية في ال4 مباريات الأخيرة. خرج أيضا بشباك نظيفة 4-0 على التعاون، 3-0 ضد الاتفاق، 2-0 على الخليج، وبعد ذلك أيضا بذات النتيجة على الفيحاء. لم يصل هلال إلى 5 انتصارات متتالية هذا الموسم. البريك يحاول على جهة اليسار. الفرصة هلالية، محاولة للبحث عن الحلول تصل إلى كنو. تمريرة تغطية بروعة من جانب جوانكا. العائد الوراء بلمسة أمامية. بوبينزا يكسب خطأ لمصلحة الشباب على خليفة الدوسري. تدخل وخطأ يحتسب حكم المباراة لمصلحة آرون بوبينزا ضد خليفة الدوسري. الليلة يعوض غياب علي البليهي الغائب بداعي الإصابة. تدخل كان موجود، حضور جماهيري جيد في مباراة الليلة، وإن كنت أنتظر حضور أكبر في مباراة قمة من هذا النوع، في مباراة ديربي من هذا النوع يكون حضور جماهيري أكبر، بالذات أنه لا يزال الفرصة والمنافسة على اللقب مفتوحة في هذا الموسم حتى الآن. الكرة تعود للوراء. طبعا مباراة على ملعب الشباب اللي يأمل في أنه في هذه المباراة في الدور الثاني يحصل على نتيجة جيدة، لأنه بلغة الأرقام عندهم مشاكل في مباريات الدور الثاني ضد الهلال. بحسب صحيفة الرياضية مواجهات الدور الثاني في دوري المحترفين بين الفريقين 14 لقاء فيها 9 انتصارات هلالية، فوزين للشباب و3 تعادلات. خطأ يحتسب حكم المباراة. تدخل في اللقطة الماضية وبعد ذلك خطأ بعد 8 دقائق لعب تقريبا في الشوط الأول من هذا اللقاء. الكرة والتغطية والتدخل وبعد ذلك خطأ. ميشائيل خطير جدا، شوفها مع ياغو سانتوس، صراع البرازيليين على ملعب الملز. الاحتكاك اللي تم، الخطأ في مكان خطير جدا لمصلحة ميشائيل، وميشائيل ساهم في تسجيل 9 أهداف لفريقه هذا الموسم.
وهو أكثر لاعب هلالي صنع أهداف هذا الموسم، صنع 5 أهداف بالنسبة للجناح البرازيلي المهاري والخطير جدا ميشيل. خطأ في مكان خطير، البريك كانو وأيضا موسى ماريجا أمام هذه الفرصة الأولى في أحداث هذا اللقاء. محاولة هلالية من كرة ثابتة، القوة الزرقاء، الحضور خلف مرمى عبد الله المعيوف في هذه الأثناء. محاولة في مكان خطير للغاية بعد 9 دقائق لعب في هذه القمة، والرياض تنتظر من ينتصر في هذا الديربي. الجدار الدفاعي المكون من 4 لاعبين أمام مرمى كيم سيونغ جو حارس المرمى الكوري الجنوبي. فرصة متاحة على تنفيذها كانو في هذه الأثناء. محاولة هلالية في مكان خطير، زعيم ينشد هدف مبكر في هذه القمة. كانو على تنفيذ الخطأ، كانو حط الكرة لكنها أيضا في الجدار الدفاعي، تعود بعد ذلك إلى محمد كانو. لمسة إلى البريك، أحد اللاعبين على الأرض بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله لمينا سانتي مينا. الكرة صدمت في سانتي مينا في هذه اللقطة، وبعد ذلك فقد توازنه بالسلامة إن شاء الله. إصابة وكرة ضربت على فراس سانتي مينا ليتلقى العلاج في هذه الأثناء. مينا لم يظهر الإمكانيات اللي كان يتوقعها الجمهور الشبابي حتى الآن. ظهر في بعض المباريات بشكل رائع، تراجع في مباريات أخرى. جمهور شبابي كان يتوقع وينتظر أداء أفضل من هذا النجم. تعليمات المدرب للمدرب الآخر، مدرب فيتنتي في الشباب، ولكن مدرب آخر هو القائد داخل أرضية الملعب. مانيجا. الجمهور الهلالي الحاضر، القوة الزرقاء، من أجل المساندة والمؤازرة في هذا الموسم. ويعلم الجميع أن الهلال في هذه الفترة عنده ضغط مباريات رهيب للغاية على مستوى بطولة الدوري، وينتظر أيضا مباريات واستحقاقات كبيرة في بطولة كأس الملك وفي المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا لهذا الموسم. الكرة بعيدة إلى ضربة مرمى، بعيدة وضربة مرمى. كنت أتكلم على سيطرة هلالية على مواجهات الفريقين في الفترة الأخيرة، لكن الشباب يحب الانتصار في مباراة الليلة، إيقاف هذه السلسلة من النتائج الإيجابية. موبينزا أمام فريق متمرس في المباريات الكبيرة. بعيد الكرة في الأخير تحولت إلى رمية جانبية بدون تركيز، كانت من حارس المرمى كان ريو. سعود عبد الحميد، خليفة الدوسري، عودة إلى جان كيونسو، لمسة إلى محمد البريك. محمد البريك اللي أصبح ظهير أيسر في ظل غياب ياسر الشهراني، يتمنى له العودة. لمسة تصل بعد ذلك إلى كاريو، حولها على جهة اليمين لسعود عبد الحميد. محاولة هلالية، موسى ماريجا تحت ضغط، تغطية وتدخل من جانب حسين قحطاني، أقرب إلى متعب الحربي، يحاول يبعد كورة. خطأ على موسى ماريجا، خطأ على موسى ماريجا. دور مهم جدا على مستوى الجبهة اليمنى لموسى، ظهير الايسر الشبابي. ربما تعليمات فيتنتي مورينو، الهدوء في الدقائق الاولى وعدم الاندفاع، محاولة الدخول اكثر في جو المباراة بالنسبة للشبابيين، وانتظار ايضا دورهم في الهجمات المعاكسة. بعيد الكرة اقرب الى خليفة الدوسري. معيوف، جان كيونسو، كانو الى جان كيونسو. لمسة في وسط الميدان إلى غوسافو كويار، ثم كانو ميشائيل بعودة للوراء. دكة بدلاء فيها بعض الخيارات لكلا الفريقين. لمسة أمامية تصل بعد ذلك لسعود، لكن التغطية من متعب إلى آرون. بوبينزا، بانيجا، ميشائيل في التغطية نحو كانو. بانيجا سعادها مرة أخرى بلمسة على جهة اليمين، كرة تصل نحو فواز الصقور الليث الشبابي اللي كتب الكثير من النتائج الرائعة في هذا الموسم، ولكن أيضا بعض التعثرات. شباب اللي عنده رغبة في استعادة ذاكرة البطولات والتتويجات. محاولة من جانب كريستوفياك حلوة خطيرة، بوبينزا تمريرة لكن الدفاع تدخل. كورة في منتهى الخطورة، خليفة يتدخل أمام فرصة شبابية بدأ أنه فيها تسلل على بوبينزا. شوفوا مرة أخرى
نعم تسلل على موفيتزا، تمريرة كريتشوفياك مع تدخل في اللقطة الماضية من جانب خليفة. جمهور شباب يحب كثير اليوم من آرون اللي غاب عن بعض المباريات بداعي الإصابة، بينما جمهور هلال يراهن كثير على إيغالو اللي يعيش فترة توهج واستعادة لمستواه بشكل كبير جدا عكس ما كانت عليه البدايات في هذا الموسم. الكرة إلى جوستافو، كويار بعودة للوراء، لمسة إلى جانك يوسو، بناء الهجمة دائما عن طريق كاريو، طويلة أمامية لكنها أقرب للدفاع. جوانكا يحاول يمر، لمسة إلى بانيجا، عودة للوراء كريتشوفياك للقائد مرة أخرى بانيجا. مجموعة من التمريرات بين عناصر الشباب إلى سكور ظهير الأيمن، تدخل أمام عن طريق محور ارتكاز جوستافو كويار. ميشائيل يحاول أمام أكثر من لاعب، فواز في التغطية يحافظ على كورتا، بعد ذلك بتمريرة نحو كريتشوفياك. مباراة من هذا النوع تحب الهدف يجي بدري، يحرك المباراة أكثر، يجعلنا نستمتع بالأجواء أكثر. لمسة وتمريرة حلوة إلى جوانكا في مكان خطير. جوانكا يبحث عن الحلول، ينتظر مساندة شباب في الهجوم. باريجا إلى جوانكا، الكرة إلى فواز سكور. جمهور شباب يتفاعل، يلا شباب مع هذه الكرة، اللمسة لسكور بكرة عرضية، خليفة في التغطية، وبعد ذلك في الإبعاد إلى العائد الوراء. إيغالو بذكاء أيضا يكسب خطأ في هذه اللقطة، خطأ لبساتي أوديو إيغالو، امتداد للاعبين اللي مثلوا الفريقين عبر التاريخ، وما أكثر الأسماء اللي مثلت الفريقين على مدار تاريخهم الكروي، بالذات على مستوى خط الهجوم. ونحن نتكلم على آخر هداف حصل على لقب هداف في الدوري السعودي الممتاز وهو ناصر الشمراني للزلزال اللي مثل الفريقين من قبل. ثم إيغالو هنا امتداد لهذه الأسماء الكبيرة اللي لعبت في الناديين. كرة من جانب البريك، طويلة إلى خليفة الدوسري، لمسة إلى سعود عبد الحميد. هلال لا يجد المساحة حتى الآن مع التراجع الشبابي أو الانضباط الشبابي الكامل والاحترام للخصم وعدم ترك المساحات مفاتيح اللعب الهلالية. كنو بلمسة تصل إلى محمد البريك، تمريرة الرد إلى كنو، جوستافو مرة أخرى، كاريو، تحرك من جانب سعود عبد الحميد. خليفة الدوسري المتقدم في هذه الأثناء للزعيم مرة أخرى، لمسة من جانب ماريجا نحو سعود عبد الحميد، البحث عن كرة عرضية خطيرة ولكن الدفاع يتدخل، تصل بعد ذلك إلى كنو، تمريرة جوستافو بعيدة على إيغالو، بعيدة على ميشائيل، وبعد ذلك سهلة إلى وجود ضربة مرمى للحارس الكوري الجنوبي الدولي كيم سيونغ جو اللي يخوض موسم الأول مع الشباب. بانيجا، لمسة تصل مرة أخرى إلى ياغو سانتوس، كريتشوفياك، عودة كانت من تومباكتي. ياغو سيونغ جو، ضغط عالي من جانب لاعبي الهلال في هذه الأثناء، لمسة للسكور خطفها بروعة من ميشائيل بعودة هلالية في وسط الميدان من جانب كنو. جوستافو إلى البريك، مجموعة من التمريرات الهلالية. ميشائيل يبحث عن حلول في هذه الأثناء، محاولة لمصلحة ميشائيل أمام أكثر من لاعب، كرة تصل إلى كنو، عودة للوراء. شوف التراجع الشبابي، الانتشار في الخلف وعدم إعطاء الهلاليين أي مساحة والوصول إلى مرمى كيم سيونغ جو. الكرة لماريجا، محاولة هلالية عن طريق موسى أمام أكثر من لاعب، تغطية من جانب الحربي وخطأ على موسى. نعم خطأ على موسى ماريجا ولمصلحة متعب الحربي الظهير الأيسر في تشكيلة المدرب فيسنتي مورينو. بين شد وجذب اليوم، ربما مورينو لا يعطي الفرصة لظهيري الجنب متعب الحربي سكور بأن يتقدمان إلى الأمام بدرجة كبيرة. دائما ما يكون عندهم الحرص في الخلف والبقاء في الخلف بسبب وجود أجنحة هلالية خطيرة للغاية. الكرة طويلة لكنها أقرب إلى يونسو، جانغ يونسو. سنوات من التألق لجانغ يونسو، شراكة كان فيها 3 بطولات دوري ومرتين على مستوى دوري أبطال آسيا
مع علي البليهي، شراكة فيها الكثير من التفاهم وفيها الكثير من الصلابة الدفاعية وفيها الكثير من الروح العالية اللي كان لها تأثير على نتائج الهلال بالتأكيد مع حارس مرمى بقيمة عالية مثل عبد الله المعيوف. الكرة إلى جوستافو، خليفة الدوسري، كويار، لمسة إلى يونسو، طويلة الكرة باتجاه موسى ماريجا، خطيرة من جانب موسى، تعطي من متعب الحربي، يلعب بالنار، فرصة خطيرة لكن الدفاع متعب يأمن على الكرة في اللحظة الأخيرة. الحربي في انطلاقة هجومية، عنده دور هجومي مهم في الشباب متعب، انطلاقات هجومية، ولكن أيضا سيبقى مطالبة من مدربه بعدم الدفاع أكثر من اللازم وترك المساحة في وجود موسى ماريجا. الكرة تعود لعبد الله المعيوف، اقتربنا من 20 دقيقة بدون أي فرصة حقيقية في هذا الديربي، بدون أي محاولة على المرمى لا من جانب الشباب صاحب الأرض في هذه المباراة ولا من جانب الهلال. مباراة عادية تقريبا في وسط الميدان، والقمة تنتظر من يحركها. طويلة الكرة على جهة اليمين، سعود يحاول الوصول لكنها خرجت إلى رمية جانبية، خرجت إلى رمية جانبية طالت على سعود عبد الحميد، وبالتالي رمية جانبية لمتعب الحربي. الكرات الطويلة من جانب جوستافو أقل جودة بالتأكيد من كاريو في مثل هذه التمريرات، لكن دور الدفاعي مهم جدا في تشكيلة رامون دياز. طبعا من ضمن غيابات الهلال أيضا عبد الله البالكي على ذكر كويار ودوره. عبد الله أتمنى له أيضا عودة بالسلامة إن شاء الله. الكرات بين عناصر الشباب إلى مانيجا، إيمر، لمسة على جهة اليمين، الكرة تصل نحو جوانكا، جوانكا يبحث عن التسديد، قوية، أول تهديد شبابي، حلوة 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 الكرة من جوانكا، وردة فعل رائعة من المعيوف في اللقطة الأخيرة. فرصة كانت قريبة، كم كانت خطيرة، كم كانت قريبة، تسديدة يسارية والأروع، قبضة باليمنى والأروع. فرصة أولى في أحداث الديربي بعد تقريبا 20 دقيقة، شفنا أول كرة خطيرة، أول تهديد كان من جانب جوانكا في اللقطة الماضية، ولكن المعيوف يتدخل. المعيوف يبعد الخطر في لقطة في منتهى الخطورة لجوانكا، تسديدة خطيرة كانت على مرمى عبد الله المعيوف، ركنية أولى في أحداث الديربي لمصلحة مانيجا، عرضي القائم الأول بالرأس لكنها بعيد عن الكل، محاولة الوصول الكرة من جانب تمبكتي طارت عليه، وفي الأخير تحولت إلى رمية جانبية، تحولت إلى رمية جانبية. اللقطة الأخيرة فيسنتي مورينو كان يحب هدف واحد أو هدف أول في اللقطة الماضية، هدف مبكر يمكن من الحصول على الثقة اللازمة في مباراة من هذا النوع. الكرة تصل مرة أخرى إلى جوانكا، لمسة لمتعب الحربي، شباب بدأ يتقدم أكثر الأمام. متعب الحربي مع كاريو، افتكاك الكرة من كاري إلى جوستافو في وسط الميدان، إيغالو تحت ضغط يحافظ على كورتا ويكسب الخطأ لمصلحة الهلال. الخبرة الكبيرة اللي عنده إيغالو ليس فقط على مستوى التسجيل، إيغالو اليوم أكثر لاعب ساهم في تسجيل أهداف على مستوى الدوري، 18 هدف ساهم فيها، 18 هدف هلالي ساهم في تسجيله. إيغالو سجل 16 وصنع هدفين بالنسبة للنصر النيجيري. كاريو، استحواذ هلالي في هذه الأثناء إلى كاريو مرة أخرى من جانك يونسو، خليفة الدوسري، مجموعة من التمريرات، لمسة إلى كنو، محمد كنو، مباراة بعد أخرى. الهلاليين يحبون استمرار سلسلة الانتصار، فوز بعد آخر لرفع المعنويات وأخذ الثقة للمنافسة على لقب الدوري من جهة، والاستعداد الأمثل لمباراة يوراوا من جهة أخرى. كويار مر تمريرة لميشائيل، ميشائيل يحاول يمر ولكن التغطية من جانب سكور، والكرة فيها خطأ على ميشائيل، خطأ على ميشائيل ولمصلحة فواز سكور في هذه اللقطة. تأمين الكرة والتغطية المثالية من فواز، وبعد ذلك الكرة تبعد واحتساب خطأ على ميشائيل لمصلحة الظهير الأيمن. لقطة إيغالو
بارع قالوا في مثل هذه الكرات، في حماية الكرة، في استلام تحت ضغط، بين صراعات وصراعات بين اللاعبين في هذه المباراة. ستنتظر هدف يحرك المياه الراكدة على أرضية الملعب، لكن أجواء ممتازة على مستوى المدرجات عند المشجعين. طويل الكرة راسية بانيجا وكانو، اللاعب يستمر بكرة باتجاه جوانكا، بعيد عن أقرب إلى العائد الوراء موسى ماريجا. ماريجا يحاول إلى جهة اليمين عن طريق السعود عبد الحميد، لمسة وتمريرة إلى كاريو، ترك الكرة عند جانج، ينصب بلمسة في وسط الميدان، عودة من جانب إيغالو لاختراق الدفاع أمامه. أيضا خبرة كبيرة لكريتشوفياك، شراكة مهمة وثنائية كان عندها الكثير من النجاحات مع اشبيليا الإسباني مع إيفر بانيجا بالنسبة لكريتشوفياك، ثم دور مهم اليوم في هذا الموسم مع الشباب بالنسبة لكريتشوفياك. مباراة أجمل نشوفها في المدرجات عند القوة الزرقاء، هذه المباراة اللي نشوفها أجمل من ما نشاهده على أرضية الملعب. الدعم الجماهيري الكبير لجمهور الهلال أو جمهور الهلال للاعبين في هذه الأمسيات. الكرة تصل في هذه الأمسية، كثير من الأمسيات كان عندهم دعم كبير، وفي كثير من الأمسيات كان عند اللاعبين رد الجميل لهذا الحضور بالحصول على الألقاب. الكرة تصل إلى جانج، ينصب خليفة معيوف، هلال يمسك كرة أكثر ربما، لكن بالقليل من الكرات الخطيرة، من الفرص الحقيقية على مرمى شباب. كرة فيها ضربة مرمى، ركلة مرمى الحارس كيم سيونغ جو. 25 دقيقة كان فيها فرصة وحيدة. جمهور شباب يتفاعل مع لقطة جوانكا الخطيرة جدا مع تألق بعد ذلك المعيوف. لمسة إلى حسين القحطاني، مر بمهارة حسين بانطلاقة، محاولة شبابية إلى مينا سانتي مينا، كريتشوفياك بانيجا للشباب، محاولة على جهة اليمين، تحول على جهة اليمنى بوبين زارون، بوبين يحاول يمر تغطية والتدخل، وبعد ذلك إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى، تدخل من كان بجانب محمد البريك. طبعا محمد البريك اعتماد كبير على قدم اليمنى، ولكن عندما تم وضعه في هذه الجهة كظهير أيسر أظهر أداء طيبا، رغم أنه مش مكانه المعتاد بالنسبة لمحمد البريك. ليس بالأمر السهل أن تقدم أداء جيدا في مكان لم تعتد عليه بالنسبة لمحمد البريك كظهير أيسر. حتى في قائمة المنتخب قبل رحيله رونار كان يدفع في بعض الأوقات بمحمد البريك كظهير أيسر. الكرة فيها خطأ لمصلحة إيغالو، خطأ لإيغالو. تمبكتي يحاول قطع كل الخدمات عن إيغالو ومنع من الوصول إلى مناطق الشباب وليس فقط إلى مرمى الشباب. لمسة لغوسابو كويار، تدور الكرة على جهة اليمين، سعود عند الهلاليين. 26 دقيقة لعب، 0 مقابل 0 سيداتي وسادتي في ملعب الملز. الجولة 22 في دوري روشن السعودي، واحد من ديربيات الرياض الكبيرة. محاولة من جانب ماريجا، خطأ يحتسب حكم المباراة على موسى، خطأ على موسى ماريجا. الاحتكاك مع متعب الحربي في اللقطة الماضية، استخدام ذراعه بالنسبة لموسى ماريجا من أجل المرور، وخطأ ضده في هذه اللقطة. بالسلامة لمتعب. الجمهور الشبابي أيضا ليساند فريقه في هذه المباراة، رغم أنه النتائج ليست مقنعة بصراحة. القوة الزرقاء حضورها اللافت بالتأكيد. المكان المخصص لجمهور الهلال تقريبا ممتلئ. هذه محاولة هلالية من جانب حسين القحطاني، تمريرة صدمت بالخطأ في جوانكا، حسين استعادها مرة أخرى، عاد اكتشاف نفسه حسين القحطاني باللاعب في الظل إلى لاعب مهم إلى درجة الوصول إلى قائمة المنتخب. كانه يحاول يمر كريتشوفياك، صراع بدني، كانه يلعب الكرة لماريجا، طالت بعيدة أقرب لتمبكتي.
سهلة عند حسان، مدافع بمواصفات عالية، نتمنى له التوفيق بالتأكيد. حسان تومبكتي طويل الكرة باتجاه بوبينزا، صراع الكرة مع يونسو، يصل بوبينزا وينتظر مساندة. سكور تحرك حلو على جهة اليمين، خطيرة شبابية. سكور بكرة عرضية خطيرة لكنها مرت من الجميع بدون أي متابعة. لقطة كانت خطيرة جدا. هذا المكان اللي اعتاد التواجد فيه جونيور كارلوس، يسجل في مرمى الهلال في المباراة السابقة، لكن كارلوس جونيور يغيب عن هذه المباراة. لمسة إلى كاريو، لأنه في كثير من المواقف نشوف سانتي مينا يعود للخلف، جوانكا يكون هو رأس الحربة في مثل هذه اللقطة. تحرك ليكون مهاجم وهمي في كثير من المرات بالنسبة لجوانكا. الكرة لموسى ماريجا، خليفة المتقدم للأمام إلى موسى ماريجا، لمسة باتجاه كنو، تمويه مرة كنو، يلعب كرة بينية، التغطية من جانب تومبكتي، العودة بعد ذلك إلى كريتشوفياك، الكرة في وسط الميدان لمصلحة ماريجا، لمسة لكريتشوفياك، عودة لجوانكا، مجموعة من التمريرات الشبابية إلى حسين قحطاني في هذه الأثناء، تحرك إلى سانتي مينا في جهة اليسار، متعب متقدم في هذه اللقطة، وبنزا انتظار، عودة للوراء، حسين بعد ذلك للقائد، كل شيء يبدأ من ماريجا، المحاولة تصل عن طريق بوبينزا، جوانكا تسديدة أخرى قوية لكنها تصطدم وبعد ذلك سهلة في يد عبد الله المعيوف. كورتين بين الخشبات الثلاث للشباب في 29 دقيقة لعب. الهلال يمسك كورة ولكن بدون أي خطورة حتى الآن في هذه الدقائق الماضية. خطأ على كريتشوفياك، خطأ على كريتشوفياك، لكن يتابع الهلال في كثير من المرات، كثير من المباريات، يعرف أنه متى ما وصل للهدف الأول الأمور تكون أقل تعقيد عليه. فريق الخصم يبدأ يترك المساحات ويظهر بعض المشاكل الدفاعية. طويل الكرة خطيرة باتجاه قالوا، ولكن الحارس يتدخل في اللحظة الأخيرة. كيم سيونغ جو يبعد الخطر إلى رمية جانبية، رمية جانبية. سعود عبد الحميد، عودة للوراء، الكرة إلى خليفة، جانج يونسو، كاريو، تمريرة باتجاه ميشائيل، يحاول يمر امام حسين قحطاني. ميشائيل بانيجا يحافظ على كورته، ميشائيل يلعب كرة على جهة اليسار إلى محمد البريك، البريك عند كاريو، البريك مرة أخرى، ضغط عالي من جانب عناصر الشباب، وكرة تبقى هلالية لجانج يونسو، كأنه على حدود منطقة الجزاء، لمسة إلى ماريجا، محاولة الاختراق عن طريق العمق، لمسة وتمريرة لسعود عبد الحميد. سعود يبحث عن كرة عرضية داخل المنطقة لكن الإبعاد من الدفاع، الكرة أقرب إلى جوانكا، جوانكا بوبينزا، سكور تمريرة الرد باتجاه بوبينزا، سريع مهاري بوبينزا لكن التغطية من البريك، والكرة أقرب إلى يونسو، أقرب إلى يونسو. تعود مرة أخرى البريك، يفقد الكرة الشباب، يبدأ ينتشر في مناطقه بشكل جيد، يضيق المساحات على الهلاليين ولا يسمح لهم بالوصول إلى مناطقه مثل هذه اللقطة اللي نشوف فيها كثافة شبابية وتراجع في الخلف بأكبر عدد من اللاعبين. ماريجا، لمسة لسعود مرة أخرى، تمريرة إلى كنو، عودة إلى خليفة، أمامية، محاولة لكنها بعيدة عن الكل، وفي الأخير سهلة إلى كيم سيونغ جو حارس المرمى الشبابي. دياز 7 مباريات قابل فيها الشباب، رامون دياز في 4 انتصارات لرامون ضد الشباب و3 تعادلات، لم يخسر أي مباراة أمام الشباب بالنسبة لرامون. كرة تصل على جهة اليسار خطيرة لمصلحة ميشائيل، مساحة، الفرصة، المهارة، المحاولة، التمريرة لكنها أقرب إلى يونسو، أقرب إلى سيونغ جو الحارس الكوري الجنوبي. غلطة واحدة من ماريجا كاد أن يستغلها الهلال عندما حصل على المساحة اللي يبحث عنها. الكرة تصل حلوة 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 من جانب بوينزا، ماريجا على اليمين، سكور وانتظار مينا، سكور في الجهة اليمنى بكرة عرضية خطيرة لكن سعود
طلبها الطائر مينا، تمرها الطائر مينا، أرادها الطائر مينا، ولكن سعود عبد الحميد في توقيت حاسم. حلوة اللقطة، بانيجا سكور وعرضية في منتهى الروعة، عودة مثالية أيضا من جانب سعود. الركنية شبابية ثانية، كرة عرضية رأسية من سانتوس بعيدة وإلى ضربة مرمى. بعيدة ركلة مرمى للمعيوف، ركلة مرمى لعبد الله المعيوف. لقطة ميشائيل خطيرة جدا لمصلحة الهلال، مرات القليلة اللي حصلوا فيها على مساحة الهجوم الهلالي، لكن أيضا خروج في توقيت مثالي من سيونغ تشيو حارس المرمى الكوري الجنوبي. كوري جنوبي آخر في هذه المباراة. جانج يلعب كرة لميشائيل، ضغط عالي وخطأ احتسب حكم مباراة على ياغو، خطأ على ياغو سانتوس. تحرك إلى حكم مباراة ويطالب بعدم الاحتجاج في هذه الأثناء مع التدخل اللي كان موجود بالفعل والخطأ اللي كان واضح على ياغو سانتوس لمصلحة ميشائيل. غوستافو كاريو بعودة للوراء، لمسة إلى خليفة، كرات بين دفاع الهلال إلى عبد الله المعيوف، لمسة باتجاه غوستافو، تمريرة والبحث عن الكرة الهجومية المعتادة اللي يحبها الهلال، لكن أمام تنظيم دفاعي بالقليل من الأخطاء في هذه المباراة لفريق مورينو. الكرة عند كانو، تمريرة على جهة اليسار إلى محمد البريك، البريك إلى ميشائيل، ميشائيل يحاول اختراق خطيرة هلالية، ميشائيل تمريرة فيها تغطية وتدخل على مرتين، أقرب إلى كريتشوفياك، جوانكا، صراع الكرة مع إيغالو، سعادها إيغالو، خطأ لمصلحة جوانكا، خطأ على إيغالو ولمصلحة جوانكا، وإنذار أول في هذه القمة، بطاقة صفراء على إيغالو لأنه احتج على قرار الحكم وليس بسبب الخطأ، لا بسبب احتجاجه بهذه الصورة على حكم المباراة، اعتبر سوء سلوك من اللاعب وأخرجنا الإنذار في هذه الأثناء. شوفها مرة أخرى، تدخل كان من جانب إيغالو مع الكثير من الإصرار من إيغالو في اللقطة الماضية، وبالتالي خطأ احتسب الحكم، وهنا سبب الانذار هذا الاحتجاج اللي كان موجود من جانب اوديون. إيغالو هداف الدوري في هذا الموسم مع تاليسكا من النصر ب 16 هدف. كريتشوفياك، لمسة لبانيجا، بوبينزا مرة أخرى في جهة اليمين، بوبينزا تمريرة الرد لكن طالت عليه، رمية جانبية لمحمد البريك. أظن أنه بوبينزا لم تنفجر طاقته وإمكانياته العالية اللي يملكها في هذا الموسم بالنسبة لبوبينزا وكذلك لسانتي مينا. تشعر أنه عند لاعبي الشباب أكثر مما قدموه في هذا الموسم، عندهم أكثر من حيث الإمكانيات والمهارات وجودة اللاعبين، ولكن لم يظهر هذا الأمر في كثير من مباريات هذا الموسم. اللمسة تصل إلى سعود، كاريو، تغيير اتجاه اللعب نحو البريك، يكسب خطأ على جوانكا، تدخل في هذه الأثناء، خطأ وقرار لم يعجب المدرب فيسنتي مورينو. شوفها مرة أخرى، تدخل كان موجود على جوانكا لمصلحة محمد البريك، وسيفكر كل مدرب في شوط المباراة الثاني بالذات دياز للبحث عن حلول هجومية. بالنسبة لمورينو يلعب بكل إمكانياته، دكة البدلاء لا يوجد فيها خيارات كبيرة. هذه لمسة لمصلحة إيغالو، عودة للوراء، هذه بينية خطيرة لكن متعب يتدخل أمام ماريجا، بالخطأ تصل عند كانو، كاريو أو غوستافو في كرة خاطئة من بانيجا لم يتوقعها إيبر. الآن عند أندري كاريو، ماريجا، كاريو مرة أخرى، سعود عبد الحميد في جهة اليمين، رتم هادئ في كثير من الدقائق في شوط المباراة الأول. كاريو إلى خليفة، غوستافو بر أمام كريتشوفياك،
بمهارة يحافظ على كرته، يلعبها باتجاه ميشائيل، لمسة فيها تغطية، تدخل لا شيء في قرار الحكم. اللاعب يستمر إلى كريتشوفياك، بوبينزا، كرات شبابية أيضا بالخطأ، أقرب إلى كانو في مكان خطير على حدود منطقة الجزاء، تاه أمام أكثر من لاعب كانو، رغم ذلك يحافظ على كرته، وتمريرة صعبة على البريك في الأخير تحولت إلى رمية جانبية. لقطة معبرة كرة كانو، شوفها مرة أخرى. المطالبة كانت من ميشائيل بخطأ لم يكن موجود في قرار الحكم. لقطة كانو أنه يجد أمامه 3 من لاعبي الشباب في الكرة الأخيرة وضغط عالي، كرة بالخطأ أقرب إلى كاريو، صراع الكرة مع حسين، يحافظ على كرة أندري كاريو، يقالو على جهة اليمين، خطيرة، محاولة هلالية، تغطية والتدخل بروعة من جانب متعب الحربي، يؤدي بشكل جيد على مستوى الجبهة اليسرى في النواحي الدفاعية. الالتزام كبير مع عدم السماح لسعود ومانيجا بالحصول على هجمات، تغطية، تعود الكرة مباشرة إلى مانيجا، يحاول اتجاه اللاعب فواز، سكور كريتشوفياك، كرة لحسين مرة أخرى عند كريتشوفياك، لمسة لكنها بدون تركيز، بعيد عن الكل، أقرب إلى عبد الله المعيوف، سهلة لعبد الله المعيوف. كاريو يحاول بناء هجمة هلالية، تقريبا 5 دقائق الأخيرة على نهاية شوط المباراة الأول، أقل من 6 دقائق على النهاية. طويل الكرة من جانب كاريو باتجاه البريك، لكن التغطية من جوانكا، صراع على الكرة، يكسب جوانكا أمام محمد البريك مع وجود حالة تسلل في اللقطة الماضية على محمد البريك. تسلل في هذه اللقطة على محمد، مع أيضا مساندة دفاعية نشوفها في كثير من الأحيان من جانب جوانكا وبنزا. كثير من لاعبي الشباب اللي عندهم أدوار هجومية نشوفهم يعودون كثيرا للوراء لتأمين الدفاع. كريتشوفياك أمام كاريو، وفي الأخير الكرة إلى ركنية من جانب كريتشوفياك بمبدأ الأمان، خلص الكرة أمام كاريو. أول ركنية هلالية بعد 40 دقيقة لعب في الشوط الأول من أحداث هذه القمة على الورق، ولكن على أرض الميدان لم نشاهد الكثير حتى الآن بين الفريقين. الفرصة متاحة من جانب كاريو، على يساري كيم سيونغ جو، حكم مباراة يعيد تنفيذ الركنية مرة أخرى. الحديث مع كريتشوفياك اللي كان في صراع مع جانج في اللقطة الأخيرة. ركنية هلالية، محاولة من جانب كاريو، عرضية داخل المنطقة، لكن الإبعاد من سانتوس. حسين قحطاني مرة ثانية، الكرة طويلة للأمام، سعود عبد الحميد في تأمينها، بعد ذلك إلى عبد الله المعيوف. معيوف كرة طويلة كالمعتاد في تركيز، ولكن أيضا موجود حالة تسلل على كاريو، حالة تسلل على كاريو. يفكر أيضا أنصار الفريقين ربما في من يتواجد في هذا اللقاء على دكة البدلاء بالنسبة للفريقين في هذا اللقاء والخيارات الموجودة على الدكة. لكن نتابع كرة متعب، العرضية الخطيرة باتجاه سانتي مينا، فرصة داخل منطقة الجزاء، مينا يحاول إلى كريتشوفياك، تحرك هجومي شبابي، مينا مرة أخرى سانتي، لكن فيها تسلل على سانتي مينا. شباب في الدكة اليوم حسين شيعان، حسين الصبياني، تركي العمار، شراري، ماجد كمبا، هتامة هابري، خالد الغامدي، شرحيلي رياض، واحمد عبد. التسلل اللي كان على سانتي مينا في اللقطة الماضية في الهلال، دكة البدلاء فيها العويس، جحفري، معاذ فقيهي، ناصر الدوسري، عبد الله عطيف، مصعب الجوير، لوسيانو بييتو، عبد الله الحمدان، وصالح الشهري. كاريو يلعب كرة على جهة اليمين إلى مانيجا، جوستافو بكرة طويلة نحو مانيجا في الجهة اليمنى، لكن أيضا مع تغطية من جانب متعب، وبعد ذلك إلى ركنية. متعب سيظل
يحاول ابعاد الكرات بشكل جيد عن مناطق فريقه، ولكن سيحتاج دائما الى مسانده، لانه بقاء لوحده امام ماريجا وسعود عبد الحميد سيشكل هذا خطرا كبيرا على الجبهه اليساريه لفريق الشباب. محاوله ركنيه ثانيه هلاليه، كاريو على تنفيذها، كرة عرضية داخل منطقة، محاولة مرت من الجميع، البريك راسية، فرصة متاحة، وبعد ذلك أقرب إلى ميشيل، تسديدة لكنها مرت، وبعد ذلك إلى ضربة مرمى. فرصة كانت خطيرة من جانب ميشيل، طالب الهلاليين بوجود لمسة يد في اللقطة الماضية، شوفها مرة أخرى من حسان تنبكتي. يبدو أن هناك شيء واضح على حسان، شوفها مرة أخرى، أو على ياغو سانتوس بعد رأسية حسان. اللاعب سيستمر في قرار الحكم عبد الله الشهري أيضا في غرفة الفيديو. حكم الفار تابع اللقطة، طويل الكرة، خليفة الدوسري للأمام، إيغالو، تدخل، خطأ احتسب حكم المباراة على سانتوس، خطأ على ياغو سانتوس لمصلحة يوديون. إيغالو، مباراة صعبة بالتأكيد على المستوى البدني، مباراة صعبة على المستوى التكتيكي، مباراة في مرحلة حساسة من الموسم، لذلك الأخطاء ممنوعة في مباراة الليلة. الفوز سيكون ثمين جدا هذا المساء. الفرصة متاحة قبل نهاية الشوط الأول للهلال مع محاولة أندريه كاريو. الهلال في الهجوم مع كرة كاريو طويلة للأمام، رأسية، ولكنها بعد ذلك أقرب إلى الحارس كيم سيونغ جو، حارس المرمى الشبابي. كوري الجنوبي يلعب الكرة السريعة من أجل المرتدة بقيادة متعب الحربي. متعب بعودة إلى حسين القحطاني، طويلة خطيرة باتجاه سانتيمينا داخل منطقة الجزاء، ولكن أيضا الإبعاد من جانب حمد البريك. تقريبا 45 دقيقة لعب في الشوط الأول، 0-0 في مباراة متوسطة المستوى، بل أنها في بعض الأوقات كانت أقل من ذلك. الكرة إلى إيفر، بانيجا يحاول التمرير، حلوة خطيرة باتجاه جوانكا، تسديدة لكنها مرت من جوانكا. خطيرة اللقطة الماضية، خطيرة اللقطة الماضية من جوانكا، وبعد ذلك مرت، شوفها سانتيمينا، جوانكا، الكرة جاءت بعيدة على مرمى عبد الله المعيوف. دقيقتين كوقت بدل ضايع، كاريو يكسب رمية جانبية أمام تغطية من بونيغا. كثير من الكلام بين المدربين ولاعبي الفريقين في فترة ما بين الشوطين في غرفة الملابس، البحث عن تحسين الوضعية والحصول على خطورة أكبر في الشوط الثاني. كرة عرضية داخل منطقة، لكن الإبعاد في اللحظة الأخيرة من جانب سانتوس. ياغو، جوانكا، أمامية بدون تركيز من سانتيمينا. خليفة يكسب الخطأ على حسين القحطاني. دقيقة أخيرة على نهاية الشوط الأول. طبعا مباريات في هذه المرحلة مهمة من الموسم، يمكن تصنفها كمباريات كؤوس بغض النظر عن الأداء، يهمك النتيجة أكثر. من يلعب أفضل لا يهم، من يكسب هو الأهم. كرة عرضية خطيرة لكنها أقرب إلى سيونغ جو. كل الكرات العرضية كانت في يد الحارس الكوري الجنوبي، اللي في رأيي الشخصي لم يتعرض لتهديد حقيقي أو اختبارات حقيقية بسبب التنظيم الدفاعي العالي لفريقه في شوط المباراة الأول. الكرة بعيدة وفي الأخير إلى رمية جانبية. خلاص تقريبا انتهى شوط المباراة الأول بهذه الوضعية، بهذه الأصفار، بهذه النتيجة. مع بقاء شوط ثاني نأمل أن يكون فيه الأداء أفضل من الجانبين، من جانب فريق مورينو وفريق دياز، لأنه تقريبا شوط أول بهذه الوضعية وهذا التعادل السلبي سينتهي بدون أهداف. سيداتي وسادتي، تنطلق الصافرة بالفعل بجانب ماجد الشبراني حكم هذا اللقاء بتعادل فريقين 0-0. نلتقي مع حضراتكم بحول الله تعالى مع انطلاقة الشوط الثاني من ملعب الملز. شباب والهلال قمة صامتة على مستوى الأداء والنتيجة، لكن روعتها في المدرجات. أشكركم على حسن المتابعة. نلتقيكم في الشوط الثاني من هذا اللقاء. الشوط الأول ينتهي، شباب 0 الهلال 0.
والآن عودة للزميل محمد خاتم بعد فاصل قصير.